بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة واستكتروا من الاستغفار والصلاة على النبي بيفتح أبواب رزق كتير، وبيبعد عنا الهم والغم، وبيخلي بيتك كله مليان بالفرحة. تعالوا مع بعض النهاردة هنعمل وجبة سريعة، تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع غدا، زي ما تقولي عليها. الوجبة اقتصادية وجميلة، بنص كيلو بطاطس وبيضة وشوية خضرة لو عندك، لو أمكن هتديها ريحة وطعم حلو جدا. لو مفيش مشاكل، وبيضة والبهارات اللي عندك، بس أساس البهارات اللي فيها الكمون والثوم البودر والبصل البودر. تمام. وبعد كده هنجيب البطاطس زي ما شايفين حضراتكم، وهنسلقها 3/4 سلقة، ونحط عليها معلقة زيت بعد ما نقشرها كويس. انا بحب اخليها بقشرها، اغسلها كويس وبعد كده اسلقها واخليها بقشرها، واقطعها نصين عشان ما تميصش معايا كده وتبقى مليانة بالمية ومتشبعة بالمية. حطيت معلقة الزيت وحطيت البهارات بتاعتي، وههرسها هرسة حلوة خالص لغاية ما تنعم معايا وتبقى زي الغريبة. تمام. الخلطة دي ممكن تقدري تعملي منها كفتة بطاطس، تمام، اللي هي 3/4 التسوية. والبهارات دي، في بهارات ممكن لو عايزة تحطي فلفل اسود مفيش مشاكل، بس انا اللي بيحكمني في الاكل اولادي، عشان خاطر الفلفل الاسود ما بيقدروش ياكلوه ولا الشطة. لكن لو انا باكل لنفسي، يعني بعمل اكل لنفسي، هغرقها بالشطة والفلفل الاسود، لان بيدي طعم مختلف، رغم ان ليه بيعمل مشاكل للجهاز الهضمي، بس بصراحة الطعم بيبقى خطير. حطيت البيضة زي ما شايفين. انا بحاول على قد ما اقدر اخليها وجبة اقتصادية وجميلة هيحبوها اولادك. عارفين البيض غلي، عارفين الزيت غلي، عارفين كل حاجة غلي، فبنحاول نحول الوجبات بشكل جميل وحلو، وبعيد ان احنا نستهلك زيوت كتيرة ونستهلك حاجات كتيرة عشان خاطر نظبط في الميزانية بتاعتنا. حطيت معلقة سمنة، تمام، حلوة خالص هتأدي الغرض. وهحط البيضة بتاعتها، انتي لو امكن لو عايزة تزودي بيض مفيش مشاكل. تمام. لاني انا زي ما قلت لكم من الاول للاخر وجبه اقتصاديه، وهيبقى فيها كل العناصر اللي انتي حباها لاولادك، كماده دهنيه، كبيض، كبطاطس. وفي نفس الوقت احنا عارفين البطاطس مشبعه، وبدل البطاطس ما نعمل كده بالشكل ده عملناها كذا شكل وكذا صنف. بدل يعني ما هنعملها شكل واحد اللي هو اعتدنا عليه المحمرة، لا، ممكن نعملها في اشكال مختلفة وانواع مختلفة، هتديكي طعم جميل جدا. مش عايزه اطول عليكم، نزلت بالبيضه زي ما شايفين، هحمرها كويس خالص، لاني انا هنزل بعد كده بالبطاطس، ولما هنزل بالبطاطس خلاص كده بيبقى التسويه قلت، فعشان كده نحمر البيضه كويس. هنزل بالبطاطس بتاعتي، وزي ما شايفين بجد طعمها جميل جدا. ممكن على فكره تعملوها سندوتشات للاولاد حلوه، تمام وجميلة. ممكن تعملوها رغيف حواوشي. على فكرة البطاطس يعني ناس كتير أبدعت فيها وحطت فيها قبل كده عملتها حواوشي، وبعد كده بتقطعي طرنشات فيها طماطم وطرنشات فلفل، وبتقطعي فيها حاجات كتير خالص. أهم حاجة انتي كل تدخلي مطبخك بحب وتكوني مبسوطة وفرحانة، هتبدعي فيه بأقل حاجة وبأقل التكاليف، هتعملي حاجات حلوة. أنا عندي جبنة موتزاريلا ما بكترش فيها، حطيت قد معلقة، هحطها خلاص بعد ما استوت، تمام، عشان تديني الطعم الحلو اللي هو ايه، ريحة الجبنة وطعم الجبنة. لو عندك عايزة تكتري. انا بس بحاول اوريكم ان احنا ازاي نظبط الميزانية، ما نهدرش في الحاجات، لا، كل حاجة دلوقتي نعملها بنظام، ونحاول نظبط ميزانيتنا عشان خاطر يعني الظروف يعني تبقى حلوة معانا، وما نحسش نفسنا ان احنا مقصرين مع اولادنا ولا مقصرين في بيتنا، ونعمل الحاجات اللي احنا كنا بنشتريها بره نحاول ما نكسلش نعملها جوه. يا رب تكونوا استفدتوا، لو حاجة بسيطة اتمنى تدعموني باللايك الجميل بتاعكم اللي بيفرحني وبيفرح قلبي، واتمنى ان انتوا تكتبوا لي تعليق حلو زيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.